إذ اضطر مفتش الشرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة لاستعمال سلاحه الوظيفي صباح اليوم الأحد 21 غشت الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 38 سنة، كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين، وعرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لهجوم جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وكانت دورية لفرقة مكافحة العصابات قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهم بعد ضبطهم في حالة تلبس بتعريض أحد المواطنين لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، غير أنهم رفضا الامتثال وأبديا مقاومة عنيفة وعدوانية في مواجهة عناصر الشرطة، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة عيارات تحذيرية قبل إصابة أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى. وقد مكن استعمال السلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم في عين المكان، فيما حاول شريكه المصاب الفرار والاحتماء بمنزل أسرته المتواجد بعين المكان، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه بدواره وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذه الاعتداءات. وقد تم الاحتفاظ بالموقوف المصاب تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم وضع الموقوف الآخر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.